هدف إبراهيم عادل في مباراة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، وهدف أنس رشدي نجم منتخب الشباب في مرمى جنوب أفريقيا ينافسان على جائزة أفضل هدف هذا العام في قارة أفريقيا. يستعيد الأهلي خدمات محمد شريف وأحمد رضا في مباراة الزمالك بنهائي السوبر المصري. كان غياب الثنائي محمد شريف وأحمد رضا عن مباراة السيراميكا لعدم الجاهزية الفنية. يشيد الأهلي بالتزام إمام عاشور في تنفيذ برنامجه التأهيلي. ينفي الأهلي كل ما يثار مؤخرا عن جلوس إمام عاشور مع المدير الفني لطلب المشاركة في المباراة القادمة أمام الزمالك. يؤكد أحمد سيد زيزو للشناوي وتريزيجيه أنه متحمس بشكل كبير جدا لخوض مباراة القمة الأولى له بقميص الأهلي. يجري المدير الفني للأهلي تقسيمة قوية لكل العناصر التي لم تشارك بشكل أساسي في مباراة السيراميكا كليوباترا. يجري تدريبات تأهيلية فقط للعناصر الأساسية للتخلص من الإجهاد. يؤكد خالد مرتجي رئيس بعثة الأهلي للاعب الفريق على ضرورة إعلاء الروح الرياضية في نهائي السوبر. يطالب خالد مرتجي بالابتعاد تماما عن الاحتكاك بالجماهير أو لاعبي الزمالك أو الاستجابة لأي استفزازات من أي نوع لخروج المباراة بشكل يليق بالكرة المصرية. عقد سيد عبد الحفيظ جلسة مطولة مع وليد صلاح الدين في مران الفريق للحديث عن بعض التفاصيل التي تخص الفريق والمرحلة القادمة. يرغب المدير الفني للأهلي في حسم الفوز في الوقت الأصلي للمباراة دون الوصول للأوقات الإضافية أو ركلات الترجيح. اطمأن الكابتن محمود الخطيب من وليد صلاح الدين وسيد عبد الحفيظ على بعثة الفريق في الإمارات. يوصل الخطيب من خلالهم للاعبين ثقته في عودتهم للقاهرة بالكأس. يطالب وليد صلاح الدين لاعبي الأهلي بضرورة الابتعاد قليلا عن استخدام السوشيال ميديا قبل مباراة الزمالك حتى لا تؤثر على تركيزهم في المواجهة. يحذر إبراهيم المنيسي الإعلامي بقناة الأهلي إعلام وسوشيال ميديا الأهلي من التقليل من الزمالك والثقة الزائدة قبل مباراة الأحد القادم. يهدف هذا التحذير إلى عدم انتقال الثقة الزائدة للاعبين وتكون لها عواقب وخيمة مثل ما حدث في السوبر الأفريقي سابقا. هناك أحاديث مستمرة بين سيد عبد الحفيظ ووليد يوسف المدير الرياضي بالنادي في معسكر الفريق في الإمارات للحديث عن بعض النواقص والصفقات التي سيتحرك النادي لإبرامها خلال الفترة القادمة. يسيطر تفاؤل في معسكر الزمالك بلحاق عدي الدباغ ومحمود بن تاج بمباراة نهائي السوبر أمام الأهلي. تبين أن إصابات الثنائي عدي الدباغ ومحمود بن تاج بسيطة وعبارة عن شد خفيف. يظهر نبيل عماد دونجا في معسكر نادي الزمالك رغم عدم سفره رفقة الفريق. هدف ظهور دونجا هو دعم زملائه والتأكيد لهم على ثقته الكبيرة في تقديمهم مباراة كبيرة أمام الأهلي وتحقيق اللقب. يؤكد استمرار غياب خوان ألفينا عن مران الزمالك اليوم أنه من الصعب جدا أن يلحق اللاعب بمباراة الأحد القادم. يؤكد محمود أبو الذهب نجم الأهلي السابق أن سيراميكا كليوباترا ظهر في السوبر المصري بشكل أفضل من بيراميدز. يرى أبو الذهب أن بيراميدز لم يظهر بحالته أمام نادي الزمالك وقدم واحدة من أسوأ مبارياته. فيما يخص الأداء الدفاعي للزمالك قبل نهائي السوبر، يرى أبو الذهب أن الأبيض بالفعل أفضل من الأهلي دفاعيا حاليا. يشدد أبو الذهب على تفوق الزمالك دفاعيا لا يعني أنهم الأقرب للفوز في اللقاء المرتقب. يشير أبو الذهب إلى أن مباريات الأهلي والزمالك تختلف عن مباراة بيراميدز. قد تتسبب الضغوط في مباراة القمة في بعض الهفوات في دفاع الأبيض والتي قد يستغلها الأحمر. تنفي إدارة شبيبة القبائل الجزائري لكل الصحف في الجزائر كل ما يثار عن تلقي النادي عرض رسمي من الأهلي لشراء زين الدين بلعيد. تؤكد إدارة شبيبة القبائل أن اللاعب زين الدين بلعيد لا يهتم بكل ما يقال بخصوص هذا الأمر ويركز بشكل تام في مباريات الفريق. ينفي نادي الجزيرة الإماراتي كل ما يثار عن اتفاق إبراهيم عادل مع سيد عبد الحفيظ على الانضمام للأهلي في يناير القادم. ينفي عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي البنك الأهلي تلقي أسامة فيصل عروض جديدة من الأهلي خلال الساعات الماضية. يواصل حمزة عبد الكريم مهاجم الأهلي الشاب تألقه ويسجل هدفا جديدا في كأس العالم للشباب في مرمى فنزويلا.
أصبح المنتخب الوطني تحت 17 عاما في حاجة للتعادل فقط في المباراة الأخيرة أمام إنجلترا لحسم تأهله للدور القادم في مونديال الشباب. جاءت حاجة المنتخب للتعادل بعد التعادل مع فنزويلا بهدف لكل فريق. يعلق أحمد شوبير على تألق شباب الأهلي في كأس العالم للشباب للمرة الألف، مؤكدا أن مستقبل النادي الأهلي في أبنائه. يسلط شوبير الضوء على أسماء من شباب الأهلي مثل حمزة عبد الكريم رأس حربة 17 سنة، ومهند الشامي، وحمزة الدليل، وعمر كمال، وبلال عطية. يرى شوبير أنه يجب النظر إلى أبناء النادي أولا رغم الحاجة للصفقات. يستعد وزير الرياضة أشرف صبحي للسفر للإمارات لحضور نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك وحضور مراسيم التتويج. يعلن الاتحاد الإماراتي إقامة بطولة ودية بين مصر وأوزبكستان وإيران والرأس الأخضر. سيواجه الثنائي الأول مصر وأوزبكستان بعضهما البعض، والثنائي الأخير إيران والرأس الأخضر في نصف النهائي يومي 13 و14 نوفمبر الجاري. تلعب المباراة النهائية في البطولة الودية يوم 18 من الشهر ذاته. تقام مباراة الثالث والرابع في اليوم الذي يسبق المباراة النهائية. يواصل جوزيه جوميز المعاناة مع نادي الفتح السعودي ويخسر من التعاون بخماسية. يؤكد وليد الرجراكي مدرب المنتخب المغربي أنه لا يمكن لأي شخص أن يتنبأ بتوقيت عودة أشرف حكيمي إلى الملاعب مجددا. سيبذل المنتخب المغربي كل ما في وسعه لتجهيز حكيمي للمباراة الأولى في كأس الأمم الإفريقية، وإذا لم ينجحوا في تجهيزه فسيكون حكيمي حاضرا مهما كانت حالته، لأنه اللاعب الأهم بالنسبة للرجراكي داخل الملعب وخارجه.